السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد لكم في هذا فيديو جديد من فيديوهات ماينكرافت الجوال. طبعا يا شباب اليوم لكم في شيء جدا خرافي لكم اصحاب ماينكرافت الجوال. زي ما تشوفون كيف اللعبة صار احلى، والالوان والاضاءة كل شيء صار خرافي. فعندنا شادر في ماينكرافت الجوال، وطريقة تركيبه جدا بسيطة، وشادر جدا خرافي، وان شاء الله انه يتناسب مع كل الاجهزة وما يسبب لك لاج ولا يسبب اي شيء. فالحين بنسوي جولة على المكان هنا. تشوفون الشادر كذا يعني مع المويه، مع الجبال، مع الصحراء، مع البيوت، مع الإضاءة، مع كل شيء. ورابط تحميل الشادر بكتاب ديسكريبشن تقدرون تحملونه وتجربونه. فصراحة شيء جدا خرافي. بعدكم بعد شوي كيف تقدرون تثبتونه بعد، او كيف تركبونه، يعني عرفتوا كيف؟ اوكي. اول شيء بس خلينا نعدل الشاشة. اوكي، فنبدأ اول شيء بالسحاب. شوف كيف ففوق صار، شوف الشمس دائرية والسحاب، شيء جدا خرافي. شوف الزرع وكل شيء، يعني صح، يعني الشادر حلو، يخلي اللعب عندك افضل، يخلي كذا الاجواء والالوان. شوف الصحراء كيف، فصراحة واو. طيب خلونا نروح نشوف الموية. اوكي، طبعا انا احاول الحين استعرض لكم الشادر وكيف اللعبة تصير مع الشادر، عرفت كيف؟ اوكي امطرت. اوكي خلينا ندخل الامر. اوكي طبعا اوكي بوريكم اياها كويس، نوريكم اياها كيف لما تصير مطر. طبعا لما تصير مطر صراحه انا ما عجبتني. شوف كيف يعني يصير المكان لونه كذا وردي بزياده. شوف الخرفان حتى صار لونه اخضر، كانهم زومبي. لكن فيك كذا تكون حلوه، يعني تدخل جو كذا غير، عرفت كيف؟ اذا امطرت شيء كويس. بس الحين خلونا نحاول نشيل المطر. اوكي زي ما تشوفون كيف كذا تشيلون المطر على طول، عرفت كيف؟ فنستنى شوي بس لين تروح المطر. اوكي ورجع كل شيء زي ما كان. فصراحة شيء جدا خرافي. فزي ما تشوفون كيف الارض، الحيوانات، المويه، جدا خرافي. فبس خلونا ندخل البيت هنا. طبعا البيت هذا استعرضته لكم في فيديو قبل، وحطيت لكم رابط تحميل، لكن ما يمنع ان احط لكم رابط تحميل بعد هذا الفيديو. فتقدروا تحملون البيت هذا وتدخلون هنا اذا تبغون تشوفونه. اوكي جالس اكسر هنا. طيب بسم الله خلينا ندخل فيه. فزي ما تشوفون كيف الاضاءة صار كيف، يعني صاير احلى. شوف كيف، زي ما تشوفوا كيف الاضاءة صار كيف، صار جدا خرافية. غير كذا في بيوتكم بتطلع يعني الشادر بيطلع اكيد جدا خرافي، لان البيت هذا يعني شوي مكشوف كذا، عرفت كيف؟ كل شيء حلو، عرفت كيف؟ انا يعني الشادر اول ما شفته قلت خلاص هذا بستخدمه على طول. جدا خرافي. اوكي طيب الحين خلونا نروح كيف نشوف كيف تقدر تركب الشادر عندك. فصراحة طريقة جدا سهلة، بس خلونا نخرج. اوكي شباب، فزي ما تشوفون كيف الحين لما ترجع القائمة الرئيسية حقت اللعبة او في البداية، فتروح للاعدادات. فهنا عندك في الريسورس باك. اوكي فهنا تلقى هذا الريسورس باك. انت بعد ما تركبه عندك في مجلد اللعبة حق الريسورس باك. اوكي فيكون عندك هذا هو الريسورس باك. المفروض انك تجي زي كذا وتركبه. فانت اذا ركبته هنا، اوكي، فهنا بيصير على طول شغال عندك في جميع العوالم. اي عالم تشغله على طول يكون موجود، عرفت كيف؟ شيء جدا خرافي. لكن اذا انت تبغاه في عالم واحد بس، فتقدر مثلا تروح زي كذا تسوي لك عالم. اوكي فهنا وانت في العالم تحط اسم العالم وتحدد اذا كنت تبغاه سرفايفل او كريتيف. فطبعا انا حاطها لغة عربية، فزي قبل نزلت فيديو كيف انك تحط اللغة العربية في اللعبة. فتيجي هنا عند الريسورس باك وتختار الريسورس باك هذا. اوكي فثبت زي كذا وخلاص الريسورس باك هنا موجود. وبس زي كذا وتضغط بدء اللعب ويبدأ معك. بس اذا كنت تبغى تركبها على عالم اصلا موجود من العوالم هذه، شو كيف، فتقدر زي كذا مثلا تضغط على الاعدادات وتجي زي هنا عند الحزمة وكذا وتثبت الريسورس باك زي كذا. فمثلا هذا تضغط زي كذا، تضغط زايد وتثبته. فصراحة جدا خرافي وجدا سهل. رابط تحميل الريسورس باك تحت الديسكريبشن، تقدرون تحملونه وتركبونه في جوالاتكم كلكم تلعبونه. جدا خرافي. فبس هذا الفيديو، اتمنى الفيديو عجبكم. لا تنسوا لايك فيفرت، ومع السلامة شباب.